السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده صينية البطاطس باللحمة. كلنا بنحبها وبنموت فيها، بس في كتير مش بيعرف يظبطها. هقولك ازاي النهارده تطلع معاكي مظبوطة 100% بطريقة سهلة وبسيطة. الكل هيدوقها من ايدك وهتعجبه جدا، دايبة وجميلة، والبطاطس سليمة مش مهرية، ويطلع معاكي الصوص مظبوط، مش تقيل ولا خفيف، بمكونات موجودة في البيت. بس لو اول مره تشوفيني اتمنى ان انت تشتركي بالقناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والشير. يلا نبدا بسم الله. اول حاجه هعملها هظبط التسبيكه بتاعه صينيه البطاطس. جبت عندي هنا طاسه وحطيت فيها معلقه من الزبده ومعاها معلقه من الزيت، وحطيت فيها بصله متوسطه متقطعه حلقات. انا بدي تشويحه للبصله لحد لما يبقى لونها عندي ذهبي فاتح. وبعدين هجيب عندي كميه الطماطم، انا هنا كنت مسبكه الطماطم شويه، هقلبها كويس مع البصل. وبعدين هضيف التوابل. صينية البطاطس مش عايزة توابل كتير. نص معلقة كبيرة من الكمون، نص معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، وهضيف نص معلقة من الثوم المفروم. الثوم بيدي طعم جميل لصينية البطاطس وبيخليها مرملة وطعمها تحفة، وبيسرع من تسوية البطاطس، ما تاخدش معاكي صينية البطاطس تسوية كتير. وضفت مكعب واحد من المرق، وهضيف عندي معلقتين من معجون الطماطم، بيدي لون وطعم حلو قوي للتسبيكة. هسيب المكونات كلها على النار مع بعض شوية لحد لما تتسبك عندي نص تسبيكة. لازم هسيب فيها صوص، مش هتتقل عندي قوي. خلاص كده مجرد ما اتسبكت هكون مجهزة عندي البطاطس، وهكون مقطعاها عندي شرايح حجمها وسط، ما تبقاش رفيعة قوي عشان ما تتهريش مني. انا جبت هنا عندي صينية البايركس اللي هستخدمها. بحط فيها مغرفتين او 3 من التسبيكة، وبعدين بضيف عندي البطاطس، طبعا بتبقى مغسولة ومتصفية، برصها كده كويس في الصينية، وبعدين برجع اضيف عليها من التسبيكة اللي عندي الموجودة، اضيفها واوزعها كويس في الصينيه. وبعدين هبتدي اضيف عندي الشوربه. طبعا الشوربه هتبقى مغليه او سخنه. طب لو انا مش عندي شوربه او مش هستخدم في المره دي لحمه او فراخ، انت ممكن تجيبي ميه مغليه عندك وتضيفي عليها مكعبين من المرق بديل للشوربه، هتدي برضو طعم تحفه وجميل. خلاص كده ضفت الشوربه. هكون مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره. انا بالنسبه لي مش بغطي صينيه البطاطس، هو طالما الفرن ما شاء الله كويس وبيشتغل معاكي حلو مش بحتاج اغطيها. لو انت حابه تغطيها بغطا حله عندك مثلا مناسب للحجم الصينيه او بورق فويل، براحتك برضو مفيش مشكله. التسبيكه اللي احنا عاملينها مع الثوم هيطلع البطاطس عندك مرمله وطعمها تحفه وجميل. بعد ما البطاطس عندي دخلت في السوا ضفت معاها اللحمه تكمل سواها وتاخد من الصوص واللون التحفه. بصي ما شاء الله قوامها، والصوص كان جميل، لا تقيل ولا خفيف، وطلعت تحفه ودايبه وجميله. بتتقطع معاكي بالشوكه في منتهى السهوله، وفي نفس الوقت محتفظه بشكلها، طالعه بشكل سليم مش مهريه، مستويه ودايبه وجميله. أكلة في منتهى الجمال وبسيطة وكلنا بنحبها. أتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله هستنى برضو تعليقاتكم لما تجربوها، وانتظروني في وصفات تانية جديدة. ما تنسوش اللايك والشير. شكرا لكم.